حبايبي ام اسلام، حاليا وحصري هنعمل الكشري المصري. بس قبل ما نبدأ، يا رب اللي تشترك في قناتي وتدوس لايك وتقول كلمة حلوة ربنا يكبر بخاطرها وينولها كل اللي في بالها. ما اتجوزتش تتجوز، واللي عايزة تتطلق تتطلق، واللي عايزة تتخطب تتخطب. هنجيب العدس بعد ما غسلناه وبليناه 5 6 7 8 ساعات، نملى نص الحلة مية. ونجيب الحمص، بس احنا هنا هنعمل حمص شام، وهناخد منه شوية ونحطه على العدس والكشري بتاعنا. انا بقى ايه، بعد ما غسلته وبليته عشان ما ياخدش سوا، هملاه مية من الفلتر زي ما انتوا شايفين كده. هملى الحلة عشان احنا ايه، هنعمله حمص شام ونشرب منه. هنعمله بطريقة حلوة قوي، بس الطريقة دي انا معتمداها من زمان وجميلة وبنحبها. هنجيب بقى ايه البوتاجاز، ونجيب الحلة، نحط الحلة الحمص على عين، ونحط ايه العدس على العين التانية. ولع البوتاجاز اهو، بسم الله. الطريقة دي حلوة وسهلة، وبعدين حاجة نضيفة، حاجة انت بتعمليها ببيتك بدل ما بتاكليه بره. بتيجي تاكلي، والله انا لما باجي اطلبه بره في محلات يعني كبيرة، مش صغيرة، بلاقي كده يعني حاجات بقعد انقي في الطبق طول ما انا قاعدة، وببقى ايه يعني واكله وما تعرفيش بقى اللي عامله غسل ايديه مش غسل ايديه. بيعملوا حاجه بقى بطينتها بروبتها بحصوها كل زي ما انت شايفه بقى الاكل الشارع بيبقى عامل ازاي. والله بجيب انا الكشري بيبقى قدامي ادانا انقي فيه، ولادي يقولوا لي يا ماما ما تاكل، اقول لهم طيب. كل شويه اشيل حاجه ارميها وفي الاخر بسيبه وامشي، بقرف. المهم نجيب حله ونجيب شويه زيت، اي زيت عندك، زيت ذرة، زيت دوار شمس، زيت عربيات، اي حاجة موجودة. وايه في حلة كده حلوة، وقطع بقى ايه البصل. انا عندي هقطعه ايه عادي كده زي جوليان زي ما انتوا عارفين، بس انا ايه يعني مش هسلكه بالمعلقة. فعادي ممكن انت تسلكيه وتحط عليه شوية دقيق لو انت عايزاه ناشف، او شوية ملح، احنا عايزينه كده عادي، مش هتفرق معانا. بس انا مش بحب ايه يعني احرقه زي ما بنشوف كده في محلات الكشري. الناس بتعمله، بقسم البصله نصين بقطعه زي ما انت شايفه كده. هو بقى يفك ايه لما الزيت يتعمل، هيفك كده ويتفرفط، يبقى شكله حلو زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على الحبيب، قلبكم يطيب على بال ما مقطع البصل. وصلوا على النبي كده عشان ناخد حسنات، وربنا يكرمنا كده ويحقق لنا كل اللي بنتمناه. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل الأيام الجاية يا رب أيام خير وسعادة على الأمة الإسلامية كلها. وربنا إيه ينجح أولادنا ويهديهم.